ابو راكان اختم اسمح لي برساله. سمي سيدي. ولو انه ملان يعني ما لي حق، لكن لازم اوصلها للاخوه السعوديين. انا قد وجهت رسالتي بالاول للاخوه اليمنيين، الان رساله للشعب السعودي. احمدوا الله واشكروه على القياده دي معكم. احمدوا الله واشكروه. اقسم بالله المفروض ما تنسوا الملك سلمان ومحمد بن سلمان من الدعاء في كل صلاه. انتم في نعمه وغيركم في لجوء. انتم ماكلين شاربين، غيركم يبحث على لقمه. انتم متدفر اموركم طيبه، غيركم في العراء. انتم في القصور وفي البيوت وغيركم في الخيام. احمد والحي الذي لا يموت. انتم معكم قياده من قطعه النظير يحترمها الصغير والكبير. العالم كله تقومهم باصبع وتجلسهم باصبع. قوه الدوله من قوه القياده. احمد والله على الله سبحانه وتعالى. انتم في بلد يا اخي اجتمعت فيها كل فضائل السماء والارض من ثروه. الله بعظمته وجلاله امنكم على بيته. انت عارف معنى هذا الشيء؟ يمكن انتم ما تحسوا بهذا النعمه اللي انتم فيها. يا رجال اطرف واحد حلمه بس انه يزور الحرم، وانتم الله خصكم به. وانت عارف انت كبشر لا يمكن تامن احد على بيتك الا وانت تحبه وانت واثق فيه، فالله واثق فيكم وحبكم وامنكم على بيته. انت عارف معنى هذا الشيء؟ حافظوا على بلدكم. شوف ايش بتعمل غيركم، غير الاخوه في السعوديه، يبني ميليشيات ويفصل بلدان ويفصل دول ويقتل شعوب ويدعمها بالسلاح. انتم تجوا تلملموا الجراح وتخيطوا البلدان وترجعوا على ما هي وتقدموا المساعده الغذائيه. غيركم يعطي رشاش، انتم تعطوه مغذيه. غيركم يعطي رصاص، انتم تعطوه دقيق حبوب، دقيق والطحين. غيركم يعطي طقم عسكري، انتم تعطوه سير اسعاف. يا رجال تخيل السوريين بس ما باين يسوكم ولا ما يموتوا. رجال كان فوقهم كل يوم بالبراميل وجيتوا وضبطتوا وسبرتوا. تخيل انكم وصلتوا احمد الشرع انه يقابل ترامب ويعطره. على يدلك على قوه القياده وعلى عظمتها. وبشرك حتى في السودان الحمد لله. السودان شوف الاشياء اللي صاير الان، صفقه بين باكستان وبين الحكومه السودانيه بمليار و800 مليون دولار، منها 10 طائرات في 16 بدعم من؟ بدعم السعودي. في ليبيا الان نفس الشيء في طريق، الصومال نفس الشيء. اليوم الرئيس الصومالي طالب السعوديه بتدخل فين؟ في الصومال. على ايش يدل؟ انتم المشروع العربي يا اخي افهم. يعني اديها لك بالبلدي باليمني افهموا. انتم العرب والعرب منكم. العرب دونكم اهم شيء. علي الطلاق 70 ان هذا الكلام ما هو نابع لا صدق، ما هو علشان حد يرضى علي ولا يقول مسمار يحاول يمدحنا. انت عارف انا لست مداحا ولا احب النعق ولا اللعق ولا اجي ادور مصلحه ولا اريد مصلحه. انا انسان عايش في امريكا وابوي دخل في 63 يوم الثوره وفي عز وفي نعمه. هذا الكلام اقوله حافظوا على بلدكم وعلى ولاة امركم وعلى النعمه اللي انتم فيها قبل ما تبقوا في الكامبات حق هولندا وبين الخيام والناس كلها متربصين متطيحوا. فلا تعطوا عدو فرصه. قاتلوا على بلدكم بالتغريده بالمنشور بالفيديو بكل ما اتيتم من قوه. اقل شيء بالدعاء وقت الصلاه. سلامتك.